رحيم حبايب طلاب تانية إعدادي. احنا عندنا هنا في التقييم الأسبوع الرابع للتقييم الثالث لطلبتنا. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. الجذر التكعيبي للاتنين زائد الجذر التكعيبي للاتنين. طيب ديت أعداد متشابهة، يعني نقدر نجمع المعامل بتاع الجذر اللي هنا واللي هنا. واحد زائد واحد يساوي كام؟ اتنين. اتنين ايه؟ اتنين الجذر التكعيبي للاتنين. هنيجي ندور عليها في الاختيارات مش هنلاقي اتنين الجذر التكعيبي للاتنين، يبقى نيجي مدخل الاتنين دي تحت الجذر بتمانية. ليه؟ عشان الجذر التكعيبي للتمانية تطلع باتنين. طب الاتنين بره تخش تحت الجذر بتمانية. طب ما هي التمانية هتلاقي اتنين جوه تنضرب فيها بيبقى بستاشر. يبقى الحل بتاعنا الجذر التكعيبي للستاشر اللي هو الاختيار الايه؟ نمرة د. طيب جذر خمسة ناقص جذر اتنين في جذر خمسة زائد جذر اتنين، يبقى الناتج بتاعنا يا ولادي هيديني جذر خمسة بجذر خمسة بخمسة، سالب في موجب بسالب. طب جذر اتنين في جذر اتنين باتنين، يبقى خمسة ننقص اتنين يديني كام؟ تلاتة. يبقى الاختيار الصح بتاعنا نمرة باء اللي هو تلاتة. طيب ثانيا أجب عما يأتي. إذا كانت الإكس جذر اتنين ناقص الاتنين والواي جذر اتنين زائد الاتنين، فأوجد في أبسط صورة إكس واي. طب يعني إكس واي يعني إيه؟ يعني نضرب العدد دهوت في المرافق بتاعه جذر اتنين زائد الاتنين، يبقى ديت هيديني، يبقى جذر اتنين في جذر اتنين يديني اتنين. طب الموجب في سالب يديني سالب. طب الاتنين في اتنين بأربعة. طب اتنين نقصت أربعة يديني سالب اتنين. طيب لما نيجي نجمع هنجمع دي زائد دي. طب لما في الجامع يبقى موجب اتنين وسالب اتنين يروحوا مع بعض، يبقى الناتج هيديني اتنين جذر اتنين. طب خلصنا من السؤال ده، نيجي لدي. هنا بقول لي اختصر الجذر التكعيبي لسالب 16، هيطلع ديت عبارة عن اتنين في سالب تمانية. طب السالب تمانية بتطلع من تحت الجذر التكعيبي بسالب اتنين، الجذر التكعيبي للاتنين. نقول تاني، السالب 16 عبارة عن اتنين في سالب تمانية. السالب تمانية الجذر التكعيبي لسالب تمانية طلع بسالب اتنين سالب. طب دي جذر تربيعي، دي جذر تكعيبي عليه تلاتة، دي جذر تربيعي. ديت عبارة عن التمانية وعشرين اللي أربعة في سبعة، اللي أربعة تطلع باتنين، يبقى ناقص اتنين جذر سبعة زائد ديت الجذر التكعيب عليه تلاتة اهو، جذر تكعيب 54 عبارة عن الاتنين في 27، 27 تطلع بتلاتة الجذر التكعيبي للاتنين. نعم 14 على جذر 7، اجعل المقام عدد صحيح، يبقى نضرب في جذر 7 فوق وجذر 7 تحت، يبقى 14 جذر 7 على السبعة، جذر 7 بجذر 7 ب7 تروح مع ال 14 يبقى 2 جذر 7. طيب الحل بتاعنا يبقى هنا سالب 2 الجذر التكعيبي للاتنين وموجب 3 الجذر التكعيبي للاتنين. دولك لما نيجي نجمعهم مع بعض يديني واحدة منهم، يديني الجذر التكعيبي للاتنين، عشان 3 هتنقص 2 يديني 1. ماشي. طب هنا سالب 2 جذر 7 وديت أخرى برضه سالب 2 جذر 7، يبقى هيديني سالب 4 جذر 7. خلصنا من دي. هنيجي على دي، في حالة الضرب نعمل ايه في الأسس؟ نجمع الأسس، هيديني جذر 3. طب هنا 6 زائد الأربعة يديني 10، يبقى جذر 3 أس 10، وتحت يديني جذر 3 أس 8. طب بقت قسمة بقى جذر 3 أس 10 على جذر 3 أس 8 هيديني جذر 3 أس 2، يبقى في الآخر خلاص تطلع بكام؟ ب3. ديت بالنسبة للمجموعة الألف. تعالوا نشوفوا المجموعة ب. المجموعة ب هنا برضو نفس الكلام، الجذر التكعيبي للتلاتة زائد الجذر التكعيبي للتلاتة، يبقى هيديني ايه يا ولادي؟ 2 الجذر التكعيبي للتلاتة. الاتنين تخش ب8 في 3 يدينا 24، الاختيار بتاعنا دي.
طيب هنا جذر 15 في جذر 15 يديني 15. سالب في موجب سالب. جذر 12 في جذر 12 يديني 12. طب 15 ناقص 12 يديني كام؟ 3. يبقى الاختيار الصح بتاعنا يساوي 3. ثانيا إذا كان الإكس جذر 5 ناقص الاتنين والواي بتساوي جذر 5 زائد الاتنين، فأوجد في أبسط صورة إكس في واي اضرب ديت في دي. جذر 5 بجذر 5 5. موجب في سالب سالب. الاتنين في اتنين بكام يا ولاد؟ ب4. يبقى 5 ناقص 4 يديني 1. طب الجامع لما نيجي نجمع ديت مع دي يبقى موجب 2 وسالب 2 يروحوا مع بعض، يتبقى هنا 1 وهنا 1، يبقى الناتج بتاع ديت 2 جذر 5. اختصر لأبسط صورة. عشان نختصر ديت الجذر التربيعي لل18 عبارة عن الاتنين في 9. طب ال9 تطلع ب3، يبقى ديت عبارة عن 3 جذر 2 زائد الجذر التكعيبي 54. طب ال 54 2 في 27، ال 27 تطلع ب3 الجذر التكعيبي للاتنين ناقص. لما نيجي نقوله ديا الجذر التربيعي 216 على 12 وهنا الجذر التكعيبي لل 16. طب نتن بديت الجذر التكعيبي ال 216. ال 216 ديت عبارة عن ايه؟ ال 216 الجذر التربيعي ال 216 على ال 12 يبقى عبارة عن لما نيجي نقسم ال 216 على ال 12 يبقى ال 216 عبارة عن ايه يا ولادي؟ عبارة عن 6 في 6 في 6 على ال 12. ديت تروح مع ديت فيها الواحد وهنا فيها الاتنين وديت فيها التلاتة، يبقى التلاتة بستة بكام؟ ب18. طب الجذر التربيعي لل18 ال18 ديت عبارة عن الاتنين في كام؟ الاتنين في 9. ال9 تطلع بره الجذر ب3 يبقى دي 3 جذر 2 ناقص الجذر التكعيبي لكام ديت؟ لل16. الاتنين في 8، التمانية بتطلع ب2 الجذر التكعيبي للاتنين يبقى 3 جذر 2 تروح مع سالب 3 جذر 2 و3 الجذر التكعيبي للاتنين ناقص 2 الجذر التكعيبي للاتنين هتديني 1 الجذر التكعيبي للاتنين. خلصنا من المسألة ديت يا ولادي؟ طب تعالوا نشوفهم المسألة دي. في حالة الضرب تجمع الأسس يديك جذر 5. الأس بتاعنا 5 وهنا كام؟ 8. طب في حالة الضرب بنجمع الأسس يبقى 5 و8 13. وهنا جذر 5 أس 4 وجذر 5 أس 5 يديني جذر 5 أس 9. طيب دي بقت قسمة. في حالة القسمة نطرح الايه؟ الأس. 13 ننقص 9 يدينا 4. طب جذر 5 أس 4 يعني 5 أس 2 ب25. طب خلصنا من المسألة ديت حبايبي طلاب تاني إعدادي، بالتوفيق بمشيئة الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.